السلام عليكم. النهارده وصفتنا سهله ومش محتاجه اكتر من نص ساعه وهتكون جاهزه. هنعمل كبده بالرده ومعاها سلطه كبده زي المحلات بالظبط. هنبدا اول حاجه بالسلطه. معانا بصله صغيره مفرومه، معلقه صغيره توم مفروم، حوالي 100 جرام كبده متقطعه صغيره مكعبات، كوبايه لسان عصفور صغيره، كوبايه عصير طماطم كبيره، قرن فلفل حار، ملح وكمون وكزبره وبابريكا. في حله صغيره هنجيب حوالي ربع كوبايه زيت وننزل بلسان عصفور ونرفعه على النار. اول ما لسان عصفور يصفر هننزل بالبصل. اول ما البصل يدبل هننزل بالفلفل والثوم. بعدين هننزل بالكبده ونقلبها تقلبتين وهننزل بالبهارات. بعدين ننزل بعصير الطماطم ونسيبها على النار تتسبك على نار هاديه، وممكن لو احتاجت نزود كوبايه ميه. دلوقتي هنتبل الكبده. لكيلو الكبده هنحتاج معلقه صغيره توم مفروم وفلفل حار مفروم، كمون، كزبره وملح حسب الرغبه وقرفه. هنضيف كل التتبيلة على الكبدة، ولو عايزين ممكن تقلبوها بره بعدين تضيفوها على الكبدة. اهم حاجة تخلطوها كويس مع الكبدة بحيث تتبل كلها. الكبدة مش بتحتاج تتبل كتير، احنا بس بنضيف عليها البهارات والتتبيلة بعدين على طول بنحطها في التغطية بتاعتها. للتغطية هنحتاج كوباية دقيق عليها ربع كوباية ردة ناعمة ومعلقة كزبرة. هنقلب بقى التغطية دي كويس مع بعضها عشان تختلط كويس. هننزل بالكبدة في خليط الردة، هنضغط عليها بالراحة. بعدين ننزل بيها في زيت سخن غزير حوالي دقيقتين او 3 دقايق كل اتجاه. انا قدمتها مع سلطة الكبدة اللي عملناها وطحينة وعيش، تقدري تقدميها زي ما تحبي. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.